من كام يوم كنت بكلم واحد على المحتوى، فلقيته بيقول لي يا عم تلاقيك بيظبطوا لك الاكل عشان التصوير. فقلت له يا عم حرام عليك تسيء الظن بالناس ما شاء الله محترمين، وانا اتعاملت معاهم بعد كده وما شاء الله حاجتهم ما فرقتش حاجه عن التصوير. وعشان نقطع الشك باليقين كلمت واحد صاحبي قلت له اطلب اوردر من غير ما يعرفوا ان هو ليا خالص، وخليته طلب فطيره وسط بالزبده وكيلو قرص مشكل بالعجوه وبالجبنه وساده، وانا باخد لفه في الصفحه وانا واخد يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام ده، عايز يتعالج والجنه. وانا باخد لفه في الصفحه بتاعتهم لقيتهم بقوا بيعملوا قراقيش، فقلت له يطلب كمان نص كيلو قراقيش، ونسيت خالص اطلب عيش. هم بيعملوا عيش رقاق وعيش ناشف. لو حابب تشوف التجربه بتاعتهم هتلاقوها في الفيديو اللي نزل قبل كده، بتتفرجوا عليه ان شاء الله بعد الفيديو ده. فقبل اي حاجه هم والله ما يعرفوا ان الاوردر ده ليا واللي طلبه واحد صاحبي، وما يعرفوش ان الفيديو ده هيتصور نهائي، وزيهم زيكم بالظبط هيتفاجئوا بالفيديو ده اول ما ينزل على القناه. فاقول رايي بصراحه وبدون مجامله، وهشوف هل في فرق فعلا في الجوده والطعم لما يكونوا عارفين ان الطلب جاي ليا وما بين لما يكون رايح لحد تاني. وفي مفاجاه حلوه، من كام يوم وصلنا 1000 مشترك على القناه، وبالمناسبه الجميله دي هيكون في هديه استثنائيه قيمتها 1000 جنيه هتكون ان شاء الله في اخر الشهر، مع سحب الهديه الشهريه الاعتياديه اللي قيمتها 500 جنيه اللي بتكون في اخر كل شهر اللي انتوا عارفينها. التفاصيل كلها هتلاقوها مكتوبه تحت في اول كومنت، ولو مكسل او مكسله تقراوا وعايزين تشوفوا التفاصيل في فيديو هتلاقوا لينك فيديو فيه تفاصيل دخول الجيف اوي على 1000 جنيه موجود تحت في صندوق الوصف او في الكومنتات برده تحت. وبالتوفيق للجميع. قبل ما نبدا ما تنسوش تجاوبوا سؤال حلقه النهارده. السؤال هقوله ان شاء الله في نص الحلقه، وتعرفوا الارقام اللي هتظهر على الشاشه طول الفيديو عشان تدخلوا السحب على الهديه الشهريه ان شاء الله. لو تفاصيل السحب كلها موجوده تحت في صندوق الوصف او في الكومنتات تحت. ما تنسوش تدعوا اخواتنا في الارض عز وسوريا في في كل مكان من العباد وجميع المتمسكين برحمه المغفره. صلوا على النبي ويلا بينا نبدا حلقه النهارده. صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع رشيد. زي ما قلنا النهارده ان شاء الله هنجرب للمره الثانيه جروب فطيره وحدوته. زي ما قلت جاي من عندهم فطيره وسط بالزبده كيلو قرص مشكل، ولقيتهم بيعملوا قراقيش فطلبنا كمان نص كيلو قراقيش. ونجرب اول حاجه الفطيره المشلتت من اول ما دخلت البيت، والريحه خطيره خطيره خطيره. بسم الله ما شاء الله. دي الفطيره الوسط حجمها كده زي ما انتم شايفين. احاول اشوف كده عندي صينيه كبيره ولا حاجه افرش فيها الفطيره، ما لقيتش عندي صينيه كبيره بس لقيت الطبق ده، فهحاول كده اخليها على الطبق وعلى الكيسه مع بعض عشان نشوف حجمها بالكامل يعني. بسم الله يا اخوانا. الريحه يعني للاسف مش هعرف اوصف الريحه انتوا لو شميتوا الريحه، ريحه خطيره خطيره خطيره. بسم الله ما شاء الله. الفطيره حجمها كده زي ما انتم شايفين وشكلها تحفه. ناخد حته كده من الفطيره نقول بسم الله. ملمسها كده حتى في الايد طريه كده وجميله. شايفين الفطيره من جوه عامله ازاي؟ الريحه تفتح النفس قوي. ده بقى لوحدها الاول. بسم الله. طعم جميل قوي، مفيش اي فرق ما بينه وما بين لما جربته قبل كده. طعم تحفه وجميل، طعم الزبده باين قوي، والفطيره كده بتدوب في البق كده جميله. بسم الله ما شاء الله. هي في حاجه واحده بس اللي ناقصاها، ان انتوا تكونوا معايا وبتاكلوا معايا. بصراحه خطيره. طبعا فطير زي ما احنا عارفين يبقى لازم يكون عسل وطحينه، فهناخد بقى حته الفطير كده. بسم الله بسم الله. يا جماله يا جماله. بسم الله ما شاء الله. تحفه. فطيره حدوته حدوته فعلا يعني. طبعا مش هعدي الحلقه من غير ما افتكس. نجيب بقى الفطيره بتاعتنا كده، نفتح كده اول رقه. بسم الله. جبنه رومي تحت. بسم الله. وزي ما قلنا ما نكترش عشان خاطر ما تحرقش مننا. فوق بقى كده شويه من الجبنه الموزاريلا. شيل بقى نحطها في الميكروويف. حطيتها في الميكروويف، الجبنه ساحت سخنه قوي مولعه. هنفتح كده رقه كمان نحط بقى فيها ايه؟ بيض مسلوق. نقول بسم الله. نحط هنا كده بيض ونقفل كده. فهي بقى عشان سخنه خالص مش عارف امسكها، فهنقطعها بالقطاعه. بسم الله كده. كان بودي اوريكم الجبنه وهي بتمط بس سخنه قوي مش عارف امسكها بصراحه. بسم الله. مطت اهو. فين الجبنه بتمط اهو. نقول بسم الله. روعه. حد بيحب السندوتش ده؟ شايفين الزبده؟ كميه زبده متوصيين بصراحه. بسم الله كده. الفطيره 10 من 10. مفيش اي فرق بين المره والمره اللي فاتت. نخش بعد كده بقى على القرص. برده الريحه خطيره. بسم الله ما شاء الله. طبعا فاكرين الملاحظه اللي احنا قلناها قبل كده ان هم يعني يعلموها عشان يبان العجوه من العادي. بقى باين اهو. العجوه بتبقى من فوق بيبقى باين عليها انها عجوه. فنجرب اول حاجه اللي بالعجوه. بسم الله. الريحه حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. حشوه العجوه جوه. بسم الله ما شاء الله. كميه حشو كويسه. بسم الله. العجوه طعمها جميل قوي والسكر مظبوط زي المره اللي فاتت. طعمها جميل. هل في فرق بقى ما بين اللي بالجبنه والساده ولا لا؟ هذا مثلا نعرفه بعد قليل. برضو زي ما انتم شايفين كده يعني. دي بالعجوه، دي كمان بالعجوه، عليها 3 خطوط كده باين عليها اهو برضو من تحت. فاللي بالعجوه هيكون عليها 3 خطوط، يا اما بتكون باين عليها العجوه من هنا. اللي بالجبنه بقى نقول بسم الله ونفتح كده ونشوف. بسم الله. طعمها حلو. نفتح واحده ثانيه. بسم الله. دي فطيره ساده ما فيهاش حشو من جوه، ريحتها جميله قوي. عايزين واحده بالجبنه. اريدوا واحده بالجبنه. نفتح واحده كمان. بسم الله. طيب بعد ما فتحت كذا واحده تبين لي والله اعلم ان ما فيهاش جبنه. هو تقريبا قال لهم عايز ساده وبالعجوه، تقريبا ما قالهمش عايز بالجبنه. طيب يا جماعه بعد ما اتصلت عليه طلع فعلا ان هو ما قالهمش عايز بالجبنه، عشان كده ما فيش بالجبنه خالص. بس بصراحه طعمها حتى من غير جبنه جميل وحلو. لكن احنا مش هنغلب يعني. نفتحها كده من النص. معانا الجبنه بتاعتنا اهي. نحط كده حته الجبنه وقطعه من اللانشون. وبسم الله. 100 100. بصراحه القرص هشه قوي وريحتها خطيره وطعمها لوحدها جميل، بس انا بحبها بالجبنه واللانشون اكتر. بسم الله. قطعه من الخيار الحامل. عامله ازاي؟ من ضمن الحاجات الجميله اللي بحبها بالقرص، وخاصه لو قرص من عند فطيره وحدوته ناكلها باللبن بيكون طعمها خطير. طعمها مزاج، خصوصا كمان ان دي بقى قرصه معموله بالزبده. طعمها حدوته بجد.
نخش بقى على القرايش، وبصراحه انا مش من عشاق القرايش قوي، لكن نشوف هل فطيره وحدوته هيغيروا المعادله، هيخلوني احب القرايش ولا لا. ده نص كيلو قرايش، بسم الله ما شاء الله. طبق كبير كده ومحترم، وريحه حلوه قوي جميله، بسم الله. شكل القرايش كده من جوه ريحتها جميله قوي، بسم الله. لا طعمها حلو، فيها طعم كده حلو، شبه طعم ايه؟ دي مش زي القرايش العاديه اللي انا باكلها، فيها طعم حلو والله، مختلف وجميل. والله دي بتاكل حاف وجميله، والله بجد اول مره اكل قرايش حلوه كده، مش بطبل والله، بس فعلا القرايش طعمها ممتاز. بعد كده القرايش من عند فطيره وحدوته حتى في العيد. يا جدعان مش طبيعيه، مش طبيعيه القرايش دي، فيها حاجه محليه الطعم قوي، مش مخليها مسكر، لا مخليها طعمه حلو جميل. ايه السر؟ ولا سر الصنعه؟ اكيد سر الصنعه. بس قرايش يبقى برضه لازم يكون معاها يا لبن يا شاي بلبن. انا بحبها باللبن، ما بحبهاش بالشاي بلبن، خاصه لما تكون قرايش حلوه كده، اكيد مع اللبن تبقى 100 100. لا اقوى واجمل واحلى قرايش اكلها في حياتي، والله انا بحلف بالله بدون مجامله، روعه روعه روعه، بسم الله. فيها طعم كده ما بيجيش اول ما بتحط القرقوشه في بقك، الطعم الحلو ده بيجي امتى؟ لما بتعض في القرقوشه، خطيره حلوه 100 من 10، انصحكم بيها وبشده. اللي بيحب القرايش جربها وعلى ضمانتي يا جدعان، خطيره يا جدعان خطيره. وبكده نكون خلصنا تجربه الفطير والقرص والقرايش من جروب فطيره وحدوته. بصراحه وبدون مجامله طعم جميل حلو، زي بالظبط زي المره الاولانيه اللي جربناه فيها. من اول ما تفتح الكيس كده الريحه بتطلع تفتح نفسك على طول، وبصراحه مخدومين حلو قوي والطعم جميل. القرايش ما كنتش اتوقع كده بصراحه. اللي جرب من عندهم قبل كده يقول لنا رايه، هل شايف اختلاف ما بين الحاجات اللي جربها من عندهم وبين الحاجات اللي شافها في الفيديو؟ وزي ما قلت والله كمان مره هم ما يعرفوش اي حاجه عن التصوير، وما يعرفوش ان الاوردر ده جاي ليا اصلا، فبحييهم. بسم الله ما شاء الله، جوده ممتازه والطعم تحفه، والقرايش مليون من 10 بصراحه، يتقال فيها شعر. وبفكر لو وصل لغايه هنا، احنا الحمد لله من كام يوم وصلنا 1000 مشترك، وفي جيف اواي قوي، هيكون في هديه استثنائيه قيمتها 1000 جنيه، هيكون ان شاء الله في لايف اخر الشهر مع سحب الهديه الشهريه الاعتياديه اللي انتم عارفينها. تفاصيل دخول الجيف اواي هتبقى موجوده تحت صندوق الوصف او في اول كومنت تحت، ولو انت او انت ما بتحبوش تقراهم وعايزين تسمعوا التفاصيل في الفيديو، هتلاقوا لينك فيديو فيه تفاصيل دخول الجيف اواي على 1000 جنيه موجود تحت في صندوق الوصف او في الكومنتات برده تحت. ما تنسوش تتفرجوا عليه عشان تخشوا السحب ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع. بس ده اللي كان عندنا في حلقه النهارده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه، وفعلوا الجرس. اللي بيتفرج لغايه هنا وما اشتركش في القناه كده هزعل منك، لسه ما اشتركش يشترك في القناه. ما تنسوش تجاوبوا على حلقه النهارده، وتاخدوا بالكم من الارقام اللي هتظهر على الشاشه عشان تشاركوا في سحب هديه الجائزه الشهريه. ان شاء الله هتلاقوا تفاصيل السحب كلها موجوده تحت صندوق الوصف او في اول كومنت تحت. ولو عندكم مكان عايزين نجربه المره الجايه اكتبوا لي تحت في الكومنتات او ابعتوا لي على رسائل الصفحه على الفيسبوك، وان شاء الله باذن الله اجربه قريب. واللي بيحبوا الجيمنج عملت قناه جديده مخصوصه للجيمنج، هتلاقوا اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف، هتلاقوا ان شاء الله فيديوهات جيمنج قويه فيها، فاشتركوا فيها واشوفكم هناك ان شاء الله. وهديه حلقه النهارده هتكون من كتاب صحيح الكلم الطيب لشيخ الاسلام ابن تيميه، كل الافكار اللي فيه ان شاء الله صحيحه وتصحيح العلامه المحدث محمد ناصر الدين الالباني. فالكتاب ده واحد اداولي هديه، فقلت عشان يبقى في ميزان حسناته وفي نفس الوقت يكون صدقه جاريه ليا وله. هنقرا مع بعض في كل حلقه مقتطف صغير من الكتاب الجميل ده. فنقول بسم الله. بدا بايات من القران الكريم فيها حث تشجيع للمؤمنين على ذكر الله عز وجل. فهنقرا النهارده اول ايه بس. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الاحزاب الايه 70 والايه 71. ففي الايه الشريفه ربنا عز وجل بينادي على المؤمنين، بيامرهم بتقوى الله عز وجل ويامرنا بالقول الحسن السديد، فذكر الله عز وجل يدخل تحت القول السديد. فالايه تعتبر حث وتشجيع للمؤمنين على ذكر الله عز وجل. ذكر هديه النهارده من كتاب صحيح الكلم الطيب لشيخ الاسلام ابن تيميه بتصحيح العلامه ناصر الدين الالباني. وسؤال حلقه النهارده، من هو سيف الله المسلول؟ وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، واشتركوا في صفحات القناه على مواقع السوشيال ميديا، هتلاقوا لينكات صفحات القناه موجوده تحت صندوق الوصف. ما تنسوش تدعوا اخواتنا فضل عزه وسوريا في في كل مكان، وادعوا الوالد وجميع المسلمين برحمه المغفره. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم ان شاء الله حاجه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صل على محمد، 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 صل على محمد.